أصدقائي وحبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم قصة جميلة قوي وممتعة جدا، بس ليا رجاء عندكم لو عجبكم النوعية دي من القصص ادعموها عشان أنزل لكم قصص زيها كتير، رجاء لو سمحتوا. يلا بينا يا أصدقائي نشوف قصتنا بتتكلم عن ايه. كان في حطاب عايش هو ومراته وعنده ولدين عايشين في بيت. مراته بتقوم الصبح كل يوم تشوف اللي وراه، تأكل الطيور وتشوف شغل البيت، وهو بياخد الفاس بتاعته ويطلع على الغابة يقطع الأشجار ويجيب قطع من الخشب اللي هو قطعه ويروح بيه يبيعه. ولكن الحطاب ده دايما ما كانش راضي، ولا راضي عن حاله ولا راضي عن وضعه ولا راضي عن تعبه. دايما بيتحجج انا تعبت، دايما يقول انا تعبان، انا اللي بشقى لوحدي. دايما كلامه كتير ومش راضي عن حياته تماما. وفي يوم من الايام هيقرر انه يروح يقول لمراته وعياله انا عايز الولدين يطلعوا يشتغلوا معايا علشان انا تعبت. وبالفعل هياخدهم معاه يقطعوا معاه الاخشاب، بس عياله هما الاتنين دايما كانوا بيتخانقوا، ما هما السالكين مع بعض، ده بيعافر مع ده وده بيعافر مع ده، هما الاتنين مش طايقين الشغل. الزوجة يا عيني ولا حول لها ولا قوة، هي راضية بوضعها صحيح بس شقيانة هي رخرة وتعبانة، وراضية هي راضية انما هو اللي ما عندوش حالة رضا خالص. هيقعد في يوم من الايام يكلم نفسه انه هيعمل حكاية، هيروح يقول لهم انا تعبان وهيرقد في البيت ومش هيكمل شغل. وبالفعل يا اصدقائي هيستلم السرير ومش هيقوم منه بتاتا. لو وصلت لغاية هنا رجاء اضغطوا لايك وروحوا قسم الفيديوهات هتلاقي الفيديو بالكامل هناك، وسامحوني علشان فيديوهات الشورتس بتحتاج تسجيل اقل من كده. وما تنسوش يا اصدقائي تدعموا الفيديو عشان انزل لكم قصص كتير زيه، وما تنسوش كمان ان قناتنا مفتوحة 24 ساعة عشان تقدم لكم فيديوهات ممتعة، فياريت تدعمونا لو سمحتم رجاء.